مع المعاشرة والمواصلة والمداومة يحدث شيء اسمه نزع الأقنعة. نزع الأقنعة. ما هو نزع الأقنعة؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة التحسين. في هذا الفيديو ياسر حزيمي سيتكلم لنا على كيف تنشأ العلاقات، ماذا يحدث بعد التعرف، وما هي النقاط الست التي تكتشف فيها الأقنعة. ابقوا معنا. نشوف كيف تنشأ العلاقات. أنا وأنت الآن كيف تنشأ علاقة بيننا؟ أنت وهو كيف تنشأ علاقة بينكم؟ أول ما يحدث في نشأة العلاقات التالي: أولاً يحدث بما يسمى الانطباع الأول أو الحكم المؤقت أو الشعور الأولي. شفتك فيخرج عندي قرار. القرار أولاً أنك ما تصلح لي أبد، ما ارتحت لك وحاشاك، أو يعني ارتحت لك بس أسطح العلاقة، أو لا والله ارتحت لك بزيادة وأريد أن أعمق العلاقة. إذن أول رؤية يسمونها الانطباع الأول يحدث عندك ثلاثة أشياء: إما أن تقول أبداً هذا ما يصلح لي، وهذا طبيعي لا يعيبك أصلاً أني ما أرتاح لك أو ما ترتاح لي، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها تلف وما تناكر منها اختلف. أحياناً ما ارتاح لك من النظرة الأولى، أنت ما ترتاح لي من النظرة الأولى، لا بأس، هذه طبيعة العلاقات. فإما أني لا أريد إنشاء العلاقة، هذا واحد، أو أسطح العلاقة، يعني بس أخذ رقمك وتأخذ رقمي ولا أجد ميلاً إلى أن أكمل هذه العلاقة، أو أريد أن أعمق هذه العلاقة. إذا وصلنا لمرحلة التعميق، تعميق العلاقة، ندخل في مرحلة اسمها الميل والانجذاب. في علم النفس يحتاج الشخص من 10 إلى 40 ثانية من أجل أن يكون فكرة معينة عنك، وهناك فكرة تقول أن الانطباع الأول هو الانطباع الأخير. فمن المهم جدا أن يكون انطباع الناس عنك هو انطباع جيد، لأنه سيسهل عليك علاقاتك مع الناس أينما كنت، سواء في البزنس، العمل أو الجامعة. هناك طرق سهلة ستجعل من انطباعك الأول انطباع جيد. قابل الناس بوجه بشوش وبصوت هادئ، واسمع منهم أكثر مما تتكلم. عند مقابلتك لشخص ما ابتسم، لكن ليس منذ البداية. لا شك أن الابتسامة هي مهمة جدا في عملية التواصل، لكن لا يجب أن تكون مصطنعة. إذا أردت ترك انطباع جيد للشخص الذي أمامك عند ملاقاته، انتظر بضع ثوان ثم ابتسم. ابتسامتك ستبدو أكثر عفوية. لا تبالغ في التواصل البصري. عند التحديق في الشخص الذي أمامك بطريقة مطولة، فهذا في الغالب يفسر بالعدوانية. يمكنك تمديد التواصل البصري مع الشخص الذي أمامك تدريجيا في اللقاء، واستعمال التواصل البصري لحوالي 60% من وقت اللقاء كاملا. انتبه لوضعية جسدك، هذا يدخل في التواصل الغير كلامي، the non-verbal أو the non-verbal. لغة الجسد هي وسيلة لنقل المعلومات، وقد تصل إلى 60 أو 65% من التواصل بين الأشخاص يتم من خلالها نقل المعلومات عن طريق الإيماءات، اللمس، الحركات الجسدية، تعبيرات الوجه، وضعيات الجسد، المظهر الخارجي، وحتى تعبيرات أو نبرات الصوت. فوضعية جسدك هي مهمة جدا. احرص دائما على رفع كتفيك والنظر إلى الأمام والاهتمام بالشخص الذي أمامك. وأخيرا تغلب على إيماءات القلق وكن إيجابيا. الميل والانجذاب، مثلا أنا شفتك في مناسبة أو شفتك في المؤسسة موظف، الميل والانجذاب أجد نفسي منجذبا للتواصل معك والاقتراب منك. إذا شفتك بالحالك أو تأخرت أبطيت عنك ممكن أتواصل معك. ميل وانجذاب، أرتاح لك، أحب لقائك، أأنس برؤيتك. هذه المرحلة الثانية. بعد هذه المرحلة أحيانا تموت العلاقة هنا إذا أنت ما أعطيتني نفس المشاعر. إذا اقتربت منك وابتعدت عني خلاص أوقف هنا، قد تموت العلاقة. أما في الحالات الطبيعية لا أجد منك تواصلا. فإذا وجدت منك تواصل دخلت إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التعرف والاكتشاف. مرحلة التعرف والاكتشاف أبدأ أعرف من أنت غير اسمك ووظيفتك، لا، أبغى أتعرف على أشياء، إيش تحب، وإيش تكره، وإيش ماضيك، وإيش مستقبلك الذي تريده، وأبدأ أتعرف عليك. فإذا تعرفت عليك يحدث هناك ثلاثة قرارات: إما أن أقطع العلاقة، أشعر أنك ما تصلح لي،
وأنا ما أصلح لك أقطعها مباشرة، وإما أني أخفف شوي العلاقة أسطحها، وإما لا والله أجد نفسي أني مرتاح إليك ومنساق باتجاهك فأعمق العلاقة. إذا وصلت لمرحلة أني بعد الاكتشاف والتعرف أني أكلمك، هنا تتعمق العلاقة. في هذه المرحلة تسمى مع المعاشرة والمواصلة والمداومة يحدث شيء اسمه نزع الأقنعة. ما هو نزع الأقنعة؟ نزع الأقنعة ببساطة أيها الكرام هو التالي: أنا الآن وأنا أمامكم أرتدي قناع المحاضر، أنا لست ياسر الحقيقي. أنا لا يمكن أكون بهذه الطريقة عند زوجتي أو عند أبنائي أو عند أمي أو أبوي أو عند أصدقائي، لا، أصدقائي لهم قناع خاص بهم، المحاضرة الآن لها قناع خاص بها، أنا مع رئيسي لي قناع، ومع مرؤوسي لدي قناع، ولي من الأقنعة بعدد معارفي من الناس. هذه طبيعة البشر، أنه يرتدي، إحنا نسميها شخصية، نسميها أسلوب، نسميها تعامل مع كل شخص. في علم النفس تسمى أقنعة. هذا القناع في الغالب ليس هو حقيقتك، وإنما هو تطبع، والعرب تقول الطبع يغلب التطبع، بمعنى أنك تقدر تخدعني بهذا القناع يوم، يومين، 3، 4، 5، لكن ما تقدر بالتواصل معك المستمر أنك تلبس نفس القناع. تنكشف الأقنعة وتظهر صورتك الحقيقية أمامي. قد تكون صورتك الحقيقية أجمل مما توقعت، وقد تكون أسوأ مما توقعت. والأقنعة تكشف في 6 مواضع. متى تكشف الأقنعة؟ متى تعرف الإنسان على حقيقته؟ متى تشوف الوجه الحقيقي وبعدين يرجع القناع، تشوفه كذا شوي ويرجع القناع. أولاً في التعاملات المالية تنزع الأقنعة. لما تدخل في الفلوس مع شخص ربما تكتشف شخصيته. 2 في السفر، وما سمي السفر سفراً إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. في السفر تنزع الأقنعة أيضاً، ولكن بشرط: السفر المقرون بمشقة. يعني ما أروح أنا وياك في درجة أولى ونروح لجدة، من جدة نركب سيارة فخمة ونروح لمكة ونسكن في أبراج الساعة، بعدين وإحنا راجعين أطق على فخذك وأقول عز الله أني عرفتك على حقيقك رجال. هذا لا ينزع الأقنعة. السفر هذا المرفه لا ينزع الأقنعة. السفر المبني على المشقة ينزع الأقنعة. واحد في التعاملات المالية تنزع الأقنعة. 2 في السفر تنزع الأقنعة. 3 في الانفعالات، في الحزن، في الغضب، في الفرح تنزع الأقنعة. 4 وهي غريبة شوي، في توزيع الأدوار. تلقى مجموعة أمورهم طيبة وماشيين، لما تجي توزيع الأدوار، إذا مدرسين في توزيع الجدول، إذا موظفين في توزيع المهام، إذا في رحلة في توزيع التكاليف، من يجيب كذا من يجيب كذا، تظهر جزء من الحقائق، فتنزع الأقنعة في تلك اللحظة. هذا رقم 4. رقم 5 في الأزمات تكشف الأقنعة. من الناس من إذا حدثت لك أزمة تخلى عنك، ومن الناس من إذا حدثت لك أزمة اقترب منك. ففي الأزمات تنكشف الأقنعة. رقم 6 تنزع الأقنعة بالمعاشرة والمداومة، يعني اللي تمشي مع كثير ستعرف على حقيقته. هي قاعدة لا بد أن تجعلها في بالك: الإنسان سواء كان صديق أو قريب أو زميلك في العمل، وجهه الحقيقي ليس الوجه الذي تراه في الرخاء والرواق والهدوء. إذا أردت فعلا أن تعرف الإنسان على حقيقته، أصبر حتى يكون هناك مشاكل بينك وبينه، أصبر حتى يكون هناك معاملات مالية بينك وبينه، أصبر حتى تراه معصبا، رافقه في السفر، اطلب منه مصلحة من مصالحك أنت. تظهر حقيقة الإنسان لما يكون تحت الضغط. حين سترى معدنه سترى وجهه الحقيقي. في البدايات الكل يكون رائعا، الكل يعرف كيف يمثل ويلعب الأدوار،
لكن هذا لن يدوم كثيرا. مع الوقت ومع المداومة والمعاشرة سيأتي وقت تسقط فيه الأقنعة وتكشف فيه الحقائق، وهذه فرصتك الذهبية لكي تعرف كل شخص على حقيقته. إذا أحببت أن تضيف رقم 7، تنزع الأقنعة في التعامل مع من هو أقل منك. شوف الناس كيف يتعاملون مع الناس اللي ليسوا في حاجتهم، ستعرف وجهه الحقيقي. مثلا أنا قاعد الآن أتكلم بمثاليات عن الأخلاق وأبتسم وأقول كلام جميل وأنا أرتدي قناع المحاضر، بس جاءني العامل هنا بزين المايك فعبست في وجهه وكلمته بطريقة يعني فيها جفاء. هذه الطريقة تعني أنني شوي نزعت الأقنعة وكلمته، ورجعت ثانية بالقناع المثالي الذي أريد أن أبدو عليه. لذلك في الموقف السابع هي نزع الأقنعة عند من لا تحتاج إليه بل عند من يحتاج إليك. هذا التسلسل يدعونا إلى أن نعرف التالي: أولاً أنني لست ملزم بإنشاء علاقة مع كل إنسان، ارتحت لأنشأت، ما ارتحت لماني منشأ. 2، عندما أكتشف الإنسان فأنا عندي الخيار أني أستمر أو لا أستمر، أعمق أو أخفف. 3، عندما تنزع الأقنعة يحدث 3 قرارات. لما أعرفك على حقيقتك، تعرفني على حقيقتي، ممكن أقطع العلاقة أو أسطح العلاقة، أخفف منها، أو أرتضيها وأتقبلها وأستمر في العلاقة. إذا كان أيها الكرام لإنشاء العلاقات مهارات، أيضا لقطع العلاقات مهارات. الله عز وجل يقول: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني مو لازم أنا أتهاوش مع الإنسان إذا أردت أن أنهي العلاقة. لماذا لا أنهي العلاقة بطريقة أجعله يتحسر علي كلما تذكرني ويذكرني بالخير؟ لماذا أجعله يقول حصاة زلت عن دربي؟ لماذا لا أجعل فعلا لي أثر في قلبه وإن ابتعدت عنه وتفرقت علاقتي مع علاقته؟ أيها الكرام، إذا كان بداية العلاقة تحتاج إلى اتفاق فنهايتها تحتاج إلى أخلاق. ممكن احنا نتفرق واحنا نبتسم، ممكن احنا الزوج والزوجة يطلقان وهما لم يتخاصما، بالعكس يتصالحان على الطلاق ويكون الأصلح لهما الطلاق. لماذا لا بد أن يكون كل شيء ينتهي في المحاكم؟